أهلا بكم في هذا الخبر العاجل. أفادت مصادر متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية بقيام ميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية بمناوشات خطيرة زوال اليوم الثلاثاء استهدفت محيط مدينة السمارة بالصحراء المغربية عبر إطلاق مقذوفات متفجرة في خطوة تصعيدية تضرب عرض الحائط بكل الجهود الدولية للتهدئة. وحسب مصادر مأذونة فقد تم رصد سقوط 3 قذائف في مناطق متفرقة بمحيط المدينة. سقطت الأولى أمام السجن المحلي بالسمارة والثانية خلف المؤسسة ذاتها، فيما سقطت القذيفة الثالثة بمنطقة أكويز خلف المقبرة. ورغم أن التقارير الأولية أشارت إلى سقوط القذائف في أرض خلاء، إلا أن الأنباء الميدانية المتواترة تؤكد وقوع إصابة في صفوف المدنيين، حيث تعرضت سيدة في عقدها الرابعة لجروح بليغة على مستوى الكتف، والرجل جراء تطاير الشظايا نقلت على إثرها على وجه السرعة للمستشفى الإقليمي. كما سجلت أضرار مادية لحقت بسيارة كانت مركونة في الموقع. المذيع: هذا التطور الميداني الخطير يأتي في خرق مباشر وصارخ للتفاهمات الدولية، لا سيما تلك التي شددت عليها الولايات المتحدة الأمريكية خلال مشاورات واشنطن في فبراير الماضي. واشنطن كانت قد أكدت بوضوح أن الالتزام بوقف إطلاق النار هو المدخل الأساسي والوحيد لأي تقدم سياسي في نزاع الصحراء المغربية، وهو ما ترفضه الميليشيات اليوم عبر ترويع الآمنين واستهداف المناطق المدنية. وعلمنا أن طائرة درون قصفت سيارة رباعية الدفع كانت مسؤولة عن الحادث. تسود الآن حالة من الاستنفار الأمني والمتابعة الدقيقة للوضع من طرف السلطات المختصة، وسط حالة من الذهول والهلع في صفوف الساكنة جراء هذا العمل الإرهابي. نحن في انتظار البلاغ الرسمي الذي سيكشف التفاصيل الكاملة والردود المرتقبة.